بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بنتكلم في أفريقيا والأهلي بعد النتائج السلبية اللي حصلت في دوري المجموعات، بس بفضل الله روح البطولة وروح الفانلة الحمراء بيظهر في الوقت المناسب، والأهلي بيفوز على الهلال 3-0 مع الرأفة. أنا شايف إن فعلا كان ماتش هايل جدا، والأهلي ضيع كتير جدا. الأهلي صعد وهيقابل الرجاء، بس في جزئية بس عايز أتكلم فيها. في البداية لما كان الزمالك والأهلي سبحان الله كان نفس الموقف بتاع الزمالك هو نفس موقف الأهلي. فكنت سمعت تعليق كده بس حابب أقول لكم عليه. تعليق من الصحفي صبحي عبد السلام في قناة الزمالك، كان قال كده بعد ماتش صن داونز، قال انا لا يعني بالبلدي كده ما ينفعش الواحد او الاهلي ما بيشرفش مصر، وانا ما يشرفنيش ان انا اشجع النادي الاهلي في افريقيا. فانا عايز بس ارد عليه بالنتائج برضه، عشان انت بتقول حضرتك كمشجع زملكاوي في قناه نادي الزمالك بتقول ان انت لا يشرفك انك انت تشجع النادي الاهلي. مفيش مشكله، انا واحد اهلاوي بقول لك ان لا يشرفني ان انت تكون بتشجع النادي الاهلي. يعني مبدئيا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الفريق اللي انت قاعد في الاستوديو بتاعه واللي انت بتشجعه، الفريق ده ما شاء الله عامل نتائج هايله جدا وارقام قياسيه عملها نادي الزمالك في افريقيا. رقم واحد نادي الزمالك سبحان الله، فريق شباب بولزداد هو الفريق الجزائري الوحيد اللي كسب فريق مصر وهو الزمالك رايح جاي في البطوله دي. تمام، ده اول رقم قياسي الزمالك عمله ما شاء الله يعني. رقم اتنين، الزمالك الفريق الوحيد في افريقيا اللي خرج من دوري المجموعات 9 مرات. الزمالك الفريق اللي خرج من دوري الابطال دوري المجموعات 3 مرات متتاليه، مرتين. اول مره كان 2012 2013 و2014، والمره الثانيه كان 2021 و2022 و2023. عايز اقول لحضرتك حاجه برضه افكرك بيها، يعني الزمالك الفريق الوحيد اللي خسر من دول شمال افريقيا رايح جاي. خسر من الترجي وخسر من الوداد وخسر من شباب بولزداد في النسخه الحاليه. ده نادي الزمالك اللي انت بتشجعه، فلو سمحت مش عشان مباراه الاهلي خسرها يبقى يعني حضرتك تقول اللي بتقوله ده. في حاجه تانية عايز اوصلها لحضرتك واقولها لك كراجل صحفي زملكاوي، بس واضح ان حضرتك بتجهل التاريخ بتاع النادي اللي انت بتشجعه. الزمالك حضرتك اتغلب في 7 مباريات رايح جاي، عارف؟ 2012 من فيتا كلوب، و2014 من مازيمبي، و2015 من الاهلي، و2016 من صن داونز، و2021 من الترجي، و2022 من الوداد، و2023 من شباب بولزداد. هو ده النادي اللي انت بتشجعه. فحضرتك لما اتكلم على التاريخ الصح، مش عشان فريق اتغلب مباراة ايا كانت المباراة وايا كانت النتيجة. ان الفريق ده دلوقتي شوف انت الفرقة اللي بتشجعها فين والنادي الاهلي فين دلوقتي، ان شاء الله ربنا يوفقه ويكمل. دي الجزئية اللي هنتكلم فيها بمناسبة ان الاهلي صعد وهيواجه الرجاء. يا جماعة الماتش ان شاء الله الماتش هيبقى في صالح النادي الاهلي باذن الله، ده اللي نتمناه يعني. انا عايز اقول لحضرتك نبذة عن لقاءات الاهلي والرجاء. الاهلي واجه الرجاء 11 مباراة، بفضل الله الاهلي كسب 5 وتعادلوا 4، والاهلي خسر مباراتين بس. فان شاء الله كيرف النادي الاهلي مع الرجاء عالي، بالرغم ان مع احترامنا لنادي الرجاء وخصوصا في الفترة ديت ان عنده حارس مرمى جيد، عنده خط وسط جيد، عنده خط هجوم جيد، ولكن خط الدفاع بتاعه اقلهم يعني. فدي ان شاء الله هتبقى في صالح النادي الاهلي. ان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي باذن الله ويعدي الرجاء ان شاء الله، وان شاء الله يبقى في النهائي باذن الله كالعاده باذن الله. اخر 5 أو 6 سنين الاهلي كان على طول ان شاء الله في نهائي افريقيا باذن الله يعني. الجزئيه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها نهائي الكاس بين الاهلي وبيراميدز، والبيان اللي عمله نادي بيراميدز واللي سمعنا في الوقت الحالي دلوقتي ان هو تراجع عنه يعني. بس القصه كلها ان البيان اللي طلع دوت احيانا بيبقى فيه انديه بتبقى قليله الحيله. يعني ايه قليله الحيله؟ بيحاول يطلع اي حاجه عشان يعمل ضغط على المنافس بتاعه. وللاسف البيان اللي عمله بيراميدز انا شايف ان هو الى حد ما هيضر النادي الاهلي قبل ما يضر اي حد تاني، لان انت بتتكلم وبتهدد عايز تسحب استثماراتك اللي احنا ما شفناهاش، والمدينه الرياضيه اللي هيعملها والاستاد اللي هيعمله. نفس الكلام اللي قاله اداره بيراميدز مع احترامنا ليها في يناير اللي فات، قالوا نفس الكلام. احنا النهارده في شهر 4، لا شفنا حجر اساس اتحط ولا شفنا مدينه رياضيه ولا شفنا استاد ولا الكلام ده كله، ما علينا يعني.
لكن القصة كلها، او اللي انا عايز اقول لحضرتك حاجة، ان يعني هو الاتحاد المصري هو اللي ليه دور كبير في الموضوع ده. يعني مجرد ما الاتحاد المصري اختار تحكيم مصري، نادي بيراميدز طلع بيان وعلى الرغم ان سبحان الله لو جيت تبص للتاريخ هتلاقي ان السنة اللي فاتت، اقربها السنة اللي فاتت، اكتر ناس اتضرت كان النادي الاهلي من التحكيم المصري، مع احترامنا للتحكيم المصري. ولكن ان شاء الله سواء تحكيم مصري سواء تحكيم اجنبي، باذن الله الاهلي ان شاء الله هيفوز، لان الاهلي بفضل الله مع كولر عمل نتائج كويسة، اللعيبة بدأت تعلى، وان شاء الله ربنا يوفق باذن الله والمباراة تنتهي للنادي الاهلي، وفي النهاية باذن الله بالتوفيق للنادي الاهلي في نهائي الكاس، وربنا يوفقه ويحصل على البطولة. ثم بعد كده ان شاء الله مباراة الرجاء باذن الله، ويتخطى الرجاء ان شاء الله، نتقابل في النهائي افريقيا باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.